يعتبر العسل من أهم المواد الغذائية الطبيعية المستخدمة في العلاجات الطبية، حيث تم ذكره بالقرآن الكريم، كما أوصى رسولنا الكريم بتناوله والتداوي به، حيث يحتوي في تركيبته على مكونات نادرة ومتميزة تجعله قادرا على شفاء العديد من الأمراض، فهو يعتبر مصدرا للطاقة ومضادا للجراثيم والميكروبات، كما يحمي الجهاز الهضمي من الإصابة بالأمراض، ويعمل كمضاد من الأمراض السرطانية لاحتوائه على الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة، بالإضافة إلى علاج أمراض العيون والجهاز العصبي، وعلاج الالتهابات والجروح وغيرها العديد من المشاكل. ما هي فوائد وضع العسل في العين؟ يعتبر العسل علاج مفيد وفعال لأمراض العيون، ويستخدم في علاج أمراض العيون المنتشرة كالالتهابات والتقرحات والحروق التي تصيب العين. وعادة ما يتم استخدام مزيج العسل وزيت السمك لعلاج بعض هذه المشاكل. يعتبر العسل النقي من أفضل العلاجات للعين، حيث تعدت نسبة الشفاء من استخدمه 90%، وفاق فعالية العديد من القطرات والعقاقير المستخدمة في علاج أمراض العين. يعمل العسل على وقف الضعف الناتج من القصر، ويعمل على ثبات النظر ومن ثم يقوم بتقوية البصر وتحسينه. يعمل على علاج الالتهاب الذي يحصل بالجفون، كما يعالج حالات اختلاج الأجفان، بالإضافة إلى أنه يعمل على علاج جرح العين ويعمل على التئامه. يدخل في علاج تقرحات القرنية، كما يعالج الملتحمة التي تصيب العين. يعالج العسل مرض العشي الليلي، حيث إن العسل مصدر غني بالفيتامينات الضرورية للعين، حيث إن هذا الفيتامين ضروري لمستقبلات الضوء في الشبكية، وخاصة العصبات والمخروطيات، فهو جزء من تركيبتهم، حيث يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى الإصابة بمرض العشي الليلي، الذي ينتج عنه عدم وضوح الرؤية بالليل أو في الضوء الخفيف. كما يتسبب نقصه في جفاف مكونات العين كالقرنية والملتحمة. يعمل على علاج الالتهابات التي تصيب قرنية العين أو الملتحمة. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.